يهلك من هلك عن بينة. جيد. إذن الأمر الأول المستفاد من هذه النصوص هو أنه المهدي لا بد أن يكون معصوما، وإلا كيف يمكن أن يصلي خلفه إمام ماذا؟ أحسنت. إمام معصوم، نبي معصوم من أنبياء أولي العزم، يصلي خلف رجل يولد في آخر الزمان ولا يعلم ما هو حاله. أيعقل هذا أصلا واقعا؟ أيعقل هذا؟ من المنطقي هذا والغريب واقعا. النقطة الثانية والتي هي في قناعتي من النقاط الأساسية التي لابد أن يلتفت إليها، وهو أنه إذا كان هذا الإنسان الإمام كان مفضولا وكان عيسى هو ماذا؟ هو الأفضل. أيمكن أن يقتدي الفاضل بالمفضول؟ إذا كان في دولة العدل العالمية، في دولة العدل، إذا كان عيسى هو الأفضل وذلك والمهدي ليس الأفضل، نحن لا نعتقد بتقدم المفضول على الفاضل، نقول مقتضى العقل ومقتضى المنطق أن يتقدم الفاضل على المفضول. إذن هنا أيضا نستكشف أفضلية المهدي على من؟ على عيسى الذي هو نبي من أنبياء أولي العزم. فلتكن هذه الحقيقة على ذكر من المشاهد الكريم إلى أن يأتي إن شاء الله تعالى. لا مجاملة في الشريعة. لا أبدا أبدا، هذه روايات واردة من المدرستين يعني.